السلام عليكم. الواقع يقول أن أرقام البطالة تتزايد، لكن الحكومة تقوم بنشر أرقام كاذبة ومضللة وتوهم المواطنين أن ملف البطالة يتحسن في الآونة الأخيرة. تابع معنا. لما تفتح موقع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية يقول لك لقد قامت أرقام البطالة بالانخفاض، وقامت الحكومة بنجاح باهر حيث خفضت أرقام البطالة لتصل إلى 7.7 مئوية، وهذه نسبة غير مسبوقة. يعني أحسن من عهد الملك عبد الله والملك فهد والملك خالد، وأحسن من عهد هارون الرشيد، وأحسن من عهد قارون. إيش دخل قارون؟ قارون كان مشغل المصريين، ترى كان مشغلهم مستمتع شغل، فكانت نسبة البطالة زيرو، ما حد يقعد في البيت ذيك الايام. المهم دخل قارون في النص، واحسن من نسبه بايدن، وترودو لو يشفط ما يقدر يسوي النسبه ذي. هذه نسبه تاريخيه غير مسبوقه في السعوديه. اوكي صح، ترودو ترى جايب 4% يعني، بس برضو احنا لاعنين جدفوا في كندا. لكن تعال نمسك 7.7 في المملكه العربيه السعوديه هذه ونفككها، لانه رقم مخيف وخطير يدل على ان الحكومه نجحت نجاحا باهرا في حلحله ملف البطاله. وعلى فكره عشان الانصاف بكمل لكم في السناب اللي بعدها. طيب أول شيء عشان نكون منصفين، ترى وجود نسبة بطالة في أي دولة أمر طبيعي وبديهي ومفهوم، وأحيانا يعطي مؤشرات منطقية أنه البلد فيه اختصاص. لما تشوف البطالة صفر معناته كذا بحث المواطنين في شيء غلط، فهمت؟ يعني مستحيل، ما في شيء اسمه بطالة صفر في العالم. فجأة كذا الدولة ما حتى في عهد عمر بن عبد العزيز لما كانوا يسيرون بالصدقات البطالة ما كانت صفر، إلا تلقى كذا في 3 من قريش متكين فاضيين قاعدين كذا على دكة على جنب، فهمت؟ ما عنده وظيفة، إلا تلقى عاطين في كل زمان ومكان ما يبي يشتغل. في ناس في ناس يحب يقعد عاطل، في ناس ممكن وارث ما يبي يشتغل فعليا، يجي فلوس هو تاكل، هذا نحسب موظف ولا عاطل؟ طيب في ناس عنده إصابة ما يقدر، هذا نحسب موظف ولا عاطل؟ فهمت؟ فطبيعي جدا في كل مكان في العالم انه يكون في نسبة بطالة. يعني ما نقدر نجي نقول للحكومة يا حكومتنا الرشيدة الله يجزاكم خير خلوا البطالة صفر، لا، هذا كلام غير منطقي ابدا. لكن كل ما خفضت نسبة البطالة، يعني انت تتكلم الرقم ما بين 10 إلى 5، هذا رقم يعني الدول الخرافية في العالم، امريكا، كندا 4%، 5%، 6%، ارقام تاريخية غير مسبوقة، فهمني؟ طيب لما تبدأ تزيد على كذا معناته يكون عندك مشكلة كبيرة جدا. طيب يا عمر، الارقام اللي قاعدة تقولها الحكومة السعودية الآن معناته انه البطالة عندنا تم حلحلة ملفها. يعني على هذه الارقام فعلا 2030 كل مواطن سعودي عنده 7 وظائف، ووظيفتين زيادة يعطيها اخواننا الدول العربية الشقيقة. هذا كلام غير صحيح. يعني يا عمر انت جالس تقول الان ان الحكومة بالارقام التي قدمتها وطرحتها وعرضتها جالسة تكذب علينا انه ارقام البطالة اكبر من ذلك بكثير. يعني هل انت يا عمر قاعد تشكك في احصائيات الدولة؟ ايوه طبعا. شلوم فكر، فقال لك انا بجيب للاحصاء في المملكة العربية السعودية، جابوا واحد خبير نمساوي مسكوه بعض مشاريع الاحصاء في المملكة العربية السعودية من اجل انه يعطي ارقام عالمية وارقام دولية عشان يقدمها شولوم للمستثمرين حول العالم وصناديق النقد والصناديق الاستثمارية والسيادية، انه شوفوا ترى انا عندي ارقام وانجازات اقتصادية خرافية تدل على اني اسير بشكل جيد وجبار. يعني عمر انت قاعد تقدح في العملية دي كلها. نعم طبعا، اول شيء انا عندي الحكومة كاذبة الا في سورة الفاتحة. يعني شفتوا الفاتحة والقرآن اللي يقرونه في الحرم هذا اللي اصدقه، فهمت؟ فلازم احنا برضو نقدر نركز ونستوعب انه مش اي رقم نشوفه ونصدق. طيب على اي اساس قلت الارقام هذه مكذوبة وانت قاعد جبنا الخبير النمساوي هذا ومعاه شلة مجموعة كذا انه تعالوا يا حلوين اعطونا حلولكم ومرئياتكم كيف نقدر نتلاعب ونضرب الارقام بطريقة ذكية عبقرية. اديني كذا تكة وتكتك لي على لا 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 كذا. ليش نهدى؟ اديني ايش الحل وايش الطريقة المناسبة عشان نفكك الارقام ونظلل الناس ونظلل المتابعين. في خبرات تلعب دورها. يا صلاتي على النبي. انا لما بحسب ارقام البطالة ايش بسوي؟ اقول الباحثين عن العمل احسبهم، ممتاز، ويطلع لي نسبة. أنا قاعد أدور عن الأشخاص نسبة إلى القوة العاملة في السعودية من العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية. العامل الأوضح والأبرز في هذه المعادلة
نسبة إلى عدد القوى المفترض أنها تعمل من 18 سنة وأنت طالع، اللي هو من يبحث عن وظيفة. طب في عوامل أخرى. في شخص يبحث عن وظيفة لكنه شغال مؤقتا الآن في أوبر، نحطه عاطل ولا نحطه موظف؟ ممكن واحد يقول لي عمر لا أنت كذاب، لا أنا بجيك أنا. طب في شخص ثاني يبحث عن وظيفة بس إنه اشتغل ساعة تطوع في مكان فلاني، نحطه عاطل ولا نحطه موظف؟ نحطه موظف. طب في شخص يبحث عن وظيفة لكن راح عند خويه ولا قريبه عنده مزرعة ولا عنده محطة ولا عنده كافيتيريا ولا عنده بوفيه ولا عنده محل بيع سبح، عاطل ولا موظف؟ باحث عن وظيفة. ها؟ لا نحطه موظف. يا عمر من فين جبت الكلام هذا؟ هذا الكلام من الموقع الرسمي لحكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالإحصاء والبحث عن أرقام البطالة. مش ما أنت مصدقني صح؟ طبعا أنا كان عندي معلومة من أول إنه في نوع من أنواع التلاعب في زيادة أعداد المنتسبين. يا رجل أنت بتعرف قديش نصابين؟ أنت بتعرف أنت كيف تثق في ناس كانوا يقولون عدد المواطنين 20 مليون في النهاية طلع 18 مليون فاصل. يعني في ناس شطفوا لك 1.5 مليون مواطن، من السجل شطبوهم، كانوا حاسبينهم ولا أن شطبوهم. أنا بسألك بالله كيف أنت تقدر تثق في هذه الناس؟ كيف تبغاني اصدقوا في ارقام البطاله ولا؟ يا رجل كان يقول لك عدد المواطنين 20 مش عارف كم، الان يقول لك لا والله عدد المواطنين نقص، سوينا له تخفيض. كم تخفيض؟ 10,000 20,000. جات ازمه حادثه معينه في العالم، فين انشطفوا؟ انبلعوا. طبعا ولا احد علق خبر مرور الكرام على الناس. والله ما كنت مصدق الكلام ذا. دخلت على حساب الكويتي ابو تيم اطالع الا الرجال مسوي لهم حمله. وعلى فكره انا بهذا بس اقول له شو لهم. شفت انت قديش كميه الخصوم والاعداء الذين انت جالس تحولهم من اشخاص على اقل تقدير محايدين الى اشخاص شغالين قاعدين يلعنون سلسفيلك صباح مساء. وانا سعيد بكميه الناس اللي قاعد تحولهم انت الى خصوم واعداء. ممكن هو على الواحد يقول لي يا عمر لا احنا بلدنا مش ناقصه، لكن لا شكرا جزيلا، استمر فيما تقوم به. فدخلت على الحساب ثم وجدت أن هناك كمية تلاعب كبيرة جدا، واستفدت بالمناسبة بعض هذه المعلومات وبعض هذه الأرقام الموجودة في هذه المقاطع. خليني أرجع لكم أعطيكم معلومات أخرى، وهذه أجيب لكم هي من حساب يوسف الأوسي اللي جاب لنا استمارة مسح القوى العاملة في عام 2023-2024 في المملكة العربية السعودية. أي واحد شغال في تطبيق من تطبيقات التوصيل، ما نقدر نقول اسمها في السعودية تعرفونها لأنه سناب يحسبها دعاية، عشان كذا لغيت السناب. أي واحد شغال في تطبيقات التوصيل، أكل شرب ركاب بشر جن عفاريت، هذا طالع. أي واحد شغال تطوع، يعني مثلا أنت شاب تخرجت قانون وقررت أنك أنت تشتغل في مكتب محاماة كشخص متطوع، ما يحطونك عاطل عن العمل، لا يحطك موظف. أنت قررت تشتغل مع أبوك من دون ورق ومن دون أوراق، يحطونك موظف. انت قررت تشتغل مع عمك في مزرعته، في غسالة ولد عمك قصمنجي، ولد عمك عنده مغسلة ملابس، انت دخلت معاه. انت راعي حلال وقاعد عندك وكتبت انك انت داخل، ما حاطينك عاطل. كل هؤلاء معتبرينهم موظفين، حتى المتطوعين. هذه من اشكال وصور والوان التلاعب التي يضللون فيها. يعني انت المفترض الرقم الحقيقي للبطالة مش 7.7، تزود عليه 12 إلى 15% إضافي. يعني عدد العاطلين الحقيقيين اليوم في المملكة العربية السعودية تتكلم أنت ما بين 22% إلى 25% عاطلين. واحد من كل 4 أشخاص، أو على أقل تقدير 1 من كل 5 مواطنين ومواطنات عاطل عن العمل. فكف عن التلاعب يا شلوم، نحن في عام 2024 وهذا وأسعار النفط تلامس 90 والمية وقاعدة تطلع في العلالي فوق، ورغم ذلك حتى هذه اللحظة فشل ذريع وعجز كبير وفضائح وكوارث في أرقام التوظيف وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين. فكيف إذا انخفضت أسعار النفط؟